جلاد غوارديولا التاريخي، مبابي يفجر السيتي بالهاتريك الأول. في ليلة أوروبية ساحرة وعلى أرضية سانتياغو برنابيو، أثبت ريال مدريد مجددا أنه ملك دوري الأبطال بعدما تفوق على مانشستر سيتي ب3 أهداف مقابل هدف ليحسم تأهله إلى دور ال16 بمجموع 6 أهداف مقابل 3 في مباراتين. نجم المباراة بلا منازع كان الفرنسي كيليان مبابي الذي قاد الميرينغي بثلاثية مذهلة، مؤكدا قيمته الكبيرة في الليالي الكبرى. بدأت المواجهة بقوة منذ اللحظات الأولى، ولم يمنح الريال ضيفه أي فرصة لالتقاط الأنفاس، ففي الدقيقة الرابعة فقط أشعل مبابي المدرجات بهدف مبكر بعد تمريرة رائعة من راؤول أسينسيو ليضع فريقه في المقدمة سريعا. استمر المدريديستا في السيطرة حتى جاء الدور على رودريغو الذي صنع كرة مثالية في الدقيقة 33 أكملها مبابي في الشباك معلنا الهدف الثاني للملاكي وسط انهيار واضح لدفاعات السيتيزنز. ومع بداية الشوط الثاني لم يكتفي ريال مدريد بالتقدم، بل واصل ضغطه ليحسم اللقاء مبكرا. وفي الدقيقة 61 أطلق مبابي رصاصة الرحمة مستفيدا من تمريرة ذكية من فيدريكو فالفيردي ليسجل ثالث أهدافه ويكمل هاتريك تاريخي، هو الأول في البرنابيو منذ انتقاله إلى الريال الصيف الماضي. ورغم محاولات السيتي المتأخرة لم يتمكن من هز الشباك إلا في الوقت بدل الضائع، حين سجل نيكو غونزاليس هدفا شرفيا، لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ بيبي غوارديولا من الإقصاء. ما قدمه كيليان مبابي في هذه المباراة لم يكن مجرد أداء رائع، بل كانت ليلة تاريخية بأتم معنى الكلمة، فقد أصبح الفرنسي أول لاعب يسجل هاتريك في مباراة إقصائية ضد فريق يدربه غوارديولا في دوري الأبطال، وبات الهداف الأكثر تسجيلا ضد فرق المدرب الإسباني في البطولة برصيد 7 أهداف متساويا مع ليونيل ميسي. كما وصل الفرنسي إلى هدفه ال55 في دوري الأبطال، محققا إنجازا مذهلا في 83 مباراة فقط. مبابي رفع رصيده هذا الموسم إلى 26 هدفا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، ليؤكد أنه الصفقة التي غيرت شكل الفريق. بهذا الفوز الكبير يواصل ريال مدريد مسيرته بثقة نحو الأدوار الإقصائية، بينما يغادر مانشستر سيتي البطولة بخيبة أمل كبيرة في موسم بدأ يفقد فيه بريقه. مرة أخرى يثبت ريال مدريد أنه الرقم الصعب في دوري الأبطال، فهل تكون هذه بداية عهد جديد لمبابي مع الميرينغي في المجد الأوروبي؟